ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا على الطريقة الصحيحة ديال الاستعمال ديال الرابوز اولا الرشاش، وغادي نوريكم الطريقة كيفاش يتستعمل، لان كيف ما كتعرفوا فاغلب المرضى ديال الدقة ما كيستعملوش الرابوز بالطريقة الصحيحة. لان كيف ما كتعرفوا فالرشاش ملي كنرش خاص الدواء ديالي يهبط لعند القصيبات المجهريه، يعني دوك الشعب التنفسيه الدقيقه، حيت هادوك هو اللي تيكون فيهم الالتهاب وكيكون فيهم تضيق، والدواء ديالي الا ما وصلش لتما يعني ما غاديش يدير المفعول ديالو، وبالتالي المريض كيعرف عدم استقرار في الحاله المرضيه ودائما تيبقى يتزير وتيقول لك لا الدواء ما دار لي والو. اذا واللي باغي يعني يعرف اكثر على مرض الدقه ومرض الربو يتفرج في الفيديو السابق اللي خصصته لمرض الدقه. اذا نبداو على بركه الله. اذا الطريقه اول باش نشوفوا الطريقه ديال الاستعمال الصحيحه، اذا كيف ما كتعرفوا فالفوهه الفم خاصها يعني اللسان ديالي يكون لتحت هنايا، وخصني نعض هنايا باش نفيكسي هاد الرشاش. من بعد كنبقى نتنفس من هاد الفوهه هادي، من بعد كنقوم باستنشاق ثم زفير ثم استنشاق قوي، وهذاك الاستنشاق قوي في البدايه ديالو كنقوم بالضغط على الرشاش باش الدواء اللي غادي يخرج غادي يعني الرش اللي غادي يخرج، الدواء اللي غادي يخرج غادي يتم الاستنشاق ديالو في داك الاستنشاق القوي اللي قلت لكم. دونك دابا غادي ندير المراحل، يعني نقسموها على 3 المراحل. نمشيو للمرحله الاولى يعني ديال الوضع ديال الرشاش على مستوى الفم، اللسان ديالي يكون لتحت، وبالتالي كنبقى نتنفس من هاد الفوهه هادي، تفهمنا؟ وهذا كيكون يعني داير بالشفتين ديالي باش ما كيسمحش الهواء ما يخرجش من الجناب ولكن كيدوز من هنا. دابا هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه كنقوم باستنشاق ثم زفير ثم استنشاق قوي. من بعد غادي نوريكم الاستنشاق القوي غادي يكون مسبوق بالرشه او الضغط على هذا باش داك الدواء اللي غادي يخرج يتم الاستنشاق ديالو. اذا غادي ندير المرحله الثانيه. لاحظتوا فهاد المرحله الثانيه درت فيها استنشاق قوي، فاهمين؟ اذا هنا دابا المرحله الثالثه غادي يكون الاستنشاق قوي مسبوق بالضغط على الرشاش، ومن بعد ملي غادي نسالي الاستنشاق ديالي غادي نسد فمي وغادي ما نحبس في التنفس ونحسب حتى ل5 باش الدواء يعني يدير المفعول ديالو على مستوى يعني القصيبات الدقيقه ديال الريه ديالي، وبالتالي كيكون الدواء وصل لبلاصتو، وهنا الحاله المرضيه ديالي كتستقر. وهذه هي الطريقه الصحيحه ديال الاستعمال. وبالتالي فإلا احترمت الدواء ديالي واستعملته بطريقه صحيحه واحترمت الوصفه ديال الطبيب وبقيت متبع، فالحاله المرضيه ديالي غادي تعرف استقرار، بالتالي ما نبقاش نتزير، ما نبقاش نستعمل الرابوز الزرق، وما نبقاش نمشي للمستعجلات باش يديروا لي البخاخ، ودائما نبقى مبرزط، وديما نبقى في حياتي كلها يعني مبرزط وكنهدد يعني صحتي وحياتي للخطر. لان كيف ما كتعرفوا فمريض الدقه من ما تيكونش مستقر بعض المرات كتجي تزيره، وسيرتو كتجي بالخصوص بالليل وكتكون قويه وممكن تؤدي بالحياه ديالو للخطر. اذا غادي نعاودها لاخر مره، ونتمنى ان الفيديو يتم النشر ديالو باش كاع الناس ديال الدقه يشوفوا الطريقه الصحيحه ويستعملوها. وكذلك نفتح بين قوسين كاينين في بعض الحالات مثلا الاطفال او الناس اللي كبار مسنين ما كيعرفوش يستعملوه، واخا نوريهم التقنيه ونعاودوها لهم ما غاديش يتعلموها، فهنا كنلتجؤوا للشومبر دينالاسيون او غرفه الاستنشاق او كنقولوا بالدارجه القرعه ديال الرابوس، وهذه يعني ما كتحتاج فيها شي تقنيه ولا هذا، فكتقوم بالرش وكتبقى تتنفس عن طريق القرعه بدون حتى شي حاجه، ما خصك لا تتعلم لا تقنيه لا حتى شي حاجه، وبالتالي كتكون كتستافد من الدواء. وحتى الناس اللي كتستعصى عليهم انهم يستعملوه بطريقه صحيحه واخا كيكونوا مشاو تدربوا ولكن ما كيعرفوش، ف يعني هنا خاصنا نلتجؤوا يعني لغرفه الاستنشاق باش انه يستافد من الدواء. اذا نمشيو لاخر مره باش نشوفوا طريقه الاستعمال، ومن بعد غادي يكون انتهاء ديال الفيديو ديالنا.
اذا هذه هي طريقه الاستعمال. فكنتمنى ان الناس تستافد من هذا الفيديو، وبالتالي فما يمكنش في الدقه الاولى غادي تتعلم، فخاصك تجرب المره الاولى والثانيه والثالثه حتى تولي كتجيد هذه التقنيه هذه، ومن بعد ديك الساعه كتولي تستعمل الدواء، وفي ديك الساعه كتحس بان الحاله ديالك المرضيه عرفت تستقر بشكل جيد. اذا وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله كنضرب لكم موعد ان شاء الله مع موضوع اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.